السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس الكل. وصفتنا لليوم كسكسي بالشوباي المحشي. في البداية ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للحشو استعملت معدنوس وزدت عليه روز غسلته بالكدا، ومعاهم بطاطا وبصلة، والجوانح متاع الشوباي قصيتهم طروف صغيرات ونحطهم معاهم. أما للبزارات استعملت مغرفتين طماطم، مغرفة تابلو كروية، شوية فلفل أكحل، شوية كركب، ومغرفة صغيرة فلفل أحمر على خاطر حار برشا، أما أنا مستانسة نعمل أكثر، ومغرفة صغيرة هريسة عربي. وزدت معاهم نص كاس زيت زيتونة، ومن بعد خلطت الحشو بالكدا، وباش نحضر الشوبايات متاعي باش نخيطهم ونحشيهم. ثم اختلاف لهجات في تونس. في الشمال يسموا فيه شوابي، أما احنا في الجنوب نسموا فيه شوباي. بالنسبة للشوباي العادي نسموه شوباي، والكالامار نسموه شوباي أحمر. كعبة الشوباي نخيطها بالقدام الجنب بالخيط واليبرة، من بعد نحشيها ونكمل نخيطها من الفوق زادة بالخيط. ثم ناس يعملوها بالكردون، اما بالنسبة لي بالخيط واليبرة ديما تقعد صح وما يخرجش الخليط، ما تتحلش كعبة الشوباي، تجي ما شاء الله منظمة مريقلة. توا لهنا خديت كعبة الشوباي الأحمر، ركبت فيها الخيط في الطرف، ومن بعد حشيتها وخيطتها، وكما قلت لكم ديما بالخيط أصح. بعد ما كملت حشيت الشوبايات الكل، خليت كعب الشوباي الكبيرة وكعب الكالامار باش نعمل بهم الكسكسي، وبقية الشوبايات باش نخليهم ان شاء الله نعمل بيهم مقارونة جارية، ونخلي معاهم زادة حتى هيك الحشو نحبه معناها تنوري لكم كيفاش نديرها مع في المقارونة الجارية ان شاء الله في وصفة اخرى. بالنسبة للكسكسي حطيت مغرفة طماطم، مغرفة صغيرة تابلو كروية، شوية فلفل أكحل، شوية كركب، ومغرفة صغيرة فلفل أحمر، وشوية زيت زيتونة. من بعد نمرقهم بالماء ونخليهم على الغاز وقت اللي يغلي باش نحط الكسكسي يطيب ونحط الشوبايات. وبالنسبة للكسكسي زدت شوية زيت زيتونة، فلفل أكحل وشوية ماء، كسكست بالقدا وخليته يرتاح حتى وين تغلي الطنجرة. وقت تغلي طنجرة المرقة نحط الكسكسي في الكسكسي يفور، ونزيدو معاه كعبس فناريا والشوبايات زادا نحطوهم ونخلوهم يطيبوا على نار متوسطة، وفي نص الطياب نزيدو كعبة البطاطا، وفي الاخر بالكل ما تنسوش زاده باش تزيدوا القرعة الحمراء. ولهنا الكسكسي طاب، نسقوه بالمرقة نخلوه يرتاح شوية، ومن بعد نزيدوا عليه الخضارة ونزينوا الشوبايات متاعنا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها. كل واحد وطريقته في اعداد الشوباي، كل بقعة في تونس تتميز بطبخات معينة. إن شاء الله تعجبكم طريقتي. أكيد ثم برشا اختلافات، مش بالضرورة كان في تونس برك. الكسكسي يطيبوه المغرب العربي الكل، في تونس والجزائر وليبيا زادة والمغرب، كل بلاصة وكيفاش. شوفوا ما شاء الله تبارك الله على الكسكسي. شوفوا الفرق ما بينات الشوباي والشوباي الأحمر. أنا بالنسبة لي في المطعم الشوباي العادي أحلى من الشوباي الأحمر اللي هو الكالامار. حتى الجبة أخشن. ثم فرق. سبحان الله، الدنيا أذواق. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. إن شاء الله تعطوني رأيكم في التعاليق. إلى اللقاء.